2015 اتباعت سي دي لارتكل في بولندا كان اسمها جادجتس، والسي دي ده كان مكتوب عليه زي برودكت كي، رمز بيستخدم عشان الناس تفعل بيه البرامج. فلما شغلوه ظهر لهم الفيديو الغريب ده، ومن بعدها نزل على اليوتيوب. فالناس لما حللته اكتشفت ان هو كان مليان رسائل مشفرة، فباين ان الفيديو ده لغز. بس زي ما انت عارف ان اي حد بيعمل لغز لازم بيكون في حل بيديهولك، بس انت اللي بتدور عليه. اول ناس حللت الصوت حولته لحاجة اسمها سبيكتو جرام، يعني الصوت يبقى صورة. هنا بدأت تطلع جمل مرمية جوه الصوت زي You are already dead، وأحيانا رسومات مزعجة لبنت بتتعذب، بس احنا مش هينفع نعرضها يعني على اليوتيوب. وكمان في سيريال نمبرز اتفسرت ان هي احداثيات، قال وقتها ان هي بتشير لاماكن حساسه، بس ما فيش تاكيد رسمي. المفاجاه ان اتضح ان الفيديو كان موجود على فورم اسمها 4chan، وكمان اترفع على اليوتيوب بحساب اسمه AETBX، وعنوانه بالاسباني مويرتي يعني موت. محققين هواة طبقوا الشبابيك والممرات وقالوا ان التصوير غالبا كان في مصحة قديمة مهجورة في بولندا. وبعد شهور شخص باسم باركر وورنر قال ان انا صاحب الشغل ده، ونزل جزء تاني من اللغز. من هنا ناس كتير مالت لفكرة ان هو مشروع فني، بس هو كان معمول باتقان، مع ان في نظريات ناس بتقول ان دي ممكن تكون الإلوميناتي. بلانك روم سوب. الفيديو ده نزل على الديب ويب اول حاجه، بعدها اترفع على اليوتيوب في 2005 على قناه اسمها رينيسانس من. راجل قاعد في اوضه فاضيه بيعيط وهو بياكل شوربه، وبعد لحظات بيدخل 2 لابسين اقنعه غريبه شويه. طب مين دول اللي في الكادر لابسين الهدوم دي؟ هل دول بشر ولا انتيتي ولا ايه؟ بس اتضح ان هم دول اسمهم ريري، دول شخصيات فنية ابتكرها انيميتور معين اسمه ريموند بيرسي. يعني البدل دي مش كائنات مرعبة، دي زي شخصيات فنية معروفة واتعملت للمسرح. المثير بقى ان بيرسي نفسه حكى ان بدلتين من ريري دول اتسرقوا بعد عرض صغير في هوليوود، وبعد اسبوعين تقريبا وصل له ايميل في الفيديو اللي بقينا نعرفه باسم بلانك روم سوب، رفعه على اليوتيوب عشان يوري للجروب، وده بيفسر ليه اقدم نسخه كانت على قناه شخصيه قديمه لريموند. بعدها في سنه 2008 اتنشر نفس النسخه على موقع اسمه ميتا كافيه، وفي الديسكريبشن بتاعها مكتوب ان الكليب ده لناس شبهنا بيعملوا حاجه عمرنا ما نعملها. فالفرقه كانت بتبرأ نفسها من اللي بيحصل في الفيديو، ومن ساعتها طلعت اشاعه كتيره، والاشاعه الاكثر شهره بينهم ان الراجل ده خطفوا مراته وقتلوها وقعدوا مجوعينه كام يوم، والشوربه دي كانت فيها بقايا بتاعت مراته. ففي الاول وفي الاخر الفيديو اصله جاي من الديب ويب، فما تستغربش اي حاجه. زي اي شريط فيديو البداية بتبتدي تحذير قانوني، وبعد التحذير الفيديو بيبتدي. جودته كانت نص نص، كأن الشريط نفسه فيه تلف كبير، ومعاه موسيقى مجهولة شغالة في الخلفية، وبتقدر تسمع صريخ مع الأغاني اللي شغالة. اتعمل الفيديو القصير ده على ايد فنانين اسمهم جيسون ومايكل لمسابقة عرض الأعمال الفنية في ديستنيشن ايماجينيشن 2001، ومش معروف لحد دلوقتي نتيجته كانت ايه في المسابقة، لكن الفيديو ده خد شهرة أكبر لما اترفع على اليوتيوب. وكان مكتوب في الديسكريبشن بتاعته إن في سنة 2571 لقوا شريط الفيديو ده وسط كومة ركام على أطلال كوكب أزرق معين. اللي هتشوفوه دلوقتي مش محتوى الشريط ده، تسجيل مختلف تماما. طب الاسم ليه الاسم غريب؟ أجمانمن ده اتضح ان اسم أجمانمن ده كان اسم ملك أسطوري من الميثولوجي اليونانية، وقاد الإغريق في حرب طروادة.
الاسم بيجي دايما مع احساس بالتراجيدي، بالمأساة، بالمصير الاسود في المسرحيات اليونانية القديمة. في ناس بقى وصلت الصراخات دي بقضية اغتصاب وقتل مشهورة في اليابان. بيقولوا ان 4 مراهقين رجالة اغتصبوا بنت على مدار 40 يوم وصوروا الجريمة، والشريط اتلقى في المكان اللي اتلقى فيه الجثة، وبيزعموا ان الكرتون ده اتحط فوق التسجيل الاصلي اللي فيه الجريمة، فمسح الصورة بس ما قدرش يمسح الصراخات اللي في الصوت لأي سبب مش معروف. وفي ناس تانية وصلوا صوت الصريخ بفيلم اسمه Cries from Within. وغالبا ان الفيلم ده عمل فني مش اكتر ولا اقل. Nietam si red دايننج روم. بنت بجلد رمادي، طبق نار في الخلفية، وكاميرا بتبعد ببطء. الكلام اللي بتقوله باين ان هو اي كلام، بس هي دي الفكرة. عند نص الدقيقة بالظبط الفيلم بيبتدي يرجع والصوت كمان بيتقلب، فتسمع ان الجملة اصلها اصلا there is nothing. بس هي اتسجلت معكوسة، فلما الصورة والصوت يرجعوا لورا الجملة بتبقى مفهومة. الفكرة على لسان المؤلف لأن ده كان عمل بشري. عند تكرار الفيديو مفيش بداية ولا نهاية ولا حتى إحساس حقيقي بمكانهم. أنا جالي الإلهام للفيديو بسبب رغبة شخصية متناقضة في إثبات عدم وجود شيء في الجانب الآخر من الحياة. فأنا شفيت الحاجز بين الحياة والموت، بمعنى ما يكونش في حاجز بين الأحياء والأموات. وعشان أقدر أبين حاجة زي دي أنا اضطريت إن أنا أظهر شخص ما رجع من الحياة أو الموت وينكر وجودهم. Shay? Are you still doing that hand thing? I heard you're doing the hand thing today. God, what is that? شايا سينت جون هي شخصية فنية اتعملت كسلسلة أفلام قصيرة، وبعدين اترفعت على قناة يوتيوب اسمها إلاستيك سباستيك بلاستيك فانتاستيك. القناة الأصلية اتقفلت في 2017، وفي 2023 اتفتح أرشيف رسمي للمحتوى على ويكيبيديا ومواقع تانية. ففي سيريز طلعت عن الفيديو ده بتقول إن شايا كانت موديل ممثلة اتشوهت في حادث فبدلت أطرافها بحاجات ميكانيكية، وبقت مهووسة إن هي تفتكر شكلها القديم، فبتعيد حركة الإيد كأنها رهاب نفسي، مش حركة عبيطة. دي واحدة بتحاول تفكر نفسها إن هي كان ليها إيدين. وبس يا سيدي، لو عجبك الفيديو سبسكرايب، لو عايز جزء تاني اكتب لي في الكومنتات.